نقاط ضوء من المغرب الكبير. تونس تستعرض إبداعات تلاميذها في مونديال الذكاء الاصطناعي. تعمل تونس منذ سنوات على تعزيز اهتمامها بمجال الذكاء الاصطناعي ودعم خبراتها بهدف إنشاء جمعيات متخصصة في التكنولوجيات الذكية ومنافسة البلدان المتقدمة في هذا المجال. ونجح 5 تلاميذ من المعهد الثانوي بمدينة حفوز من محافظة القيروان الواقعة وسط البلاد في التأهل لبطولة العالم للذكاء الاصطناعي المنتظر إجراؤها بالولايات المتحدة الأمريكية بين 19 و22 من أبريل 2023 لتمثيل تونس في واحدة من أكبر الفعاليات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الحديثة. وسيكون كذلك التلاميذ الموهوبون في الذكاء الاصطناعي على موعد للمنافسة على بطولة العالم بحضور عشرات النوابغ من دول أخرى في مجال البرمجيات الإلكترونية الذكية. توفر الكهرباء لنحو 2,000,000 مغربي. هكذا يبدو مركب نور من الفضاء حسب ما نشرته وكالة ناسا الأمريكية. نشرت شبكة الرصد الأرضية الناسا التابعة لوكالة ناسا الأمريكية الأربعاء صورا لمركب نور المغربي الواقع بشرق مدينة ورزات وبعض أبرز ملامحه منذ انطلاقه قبل نحو 7 سنوات. ويعد نور للطاقة المتجددة من أضخم محطات الطاقة الشمسية المركزة بالعالم بطاقة إنتاجية تبلغ 582 ميجاوات ويمتد على مساحة 3000 هكتار من الأراضي. وفقا لتقرير النص فإن الطاقة الشمسية في هذا المشروع توفر الكهرباء لنحو 2,000,000 مغربي. محليا تأهلت 9 أسماء من إقليم توريت للاختبارات النهائية لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. في الخبر المحلي تأهلت 9 أسماء من توريت إلى الاختبارات النهائية لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم عن إقليم توريت وذلك يوم 14 من مارس 2023 في الملعب البلدي حي السلام بتوريت. ونتمنى لهم كل التوفيق في الاختبارات النهائية. كنتم مع نقاط ضوء من المغرب الكبير. إذا أعجبتكم الفكرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. إلى اللقاء.